كاس عالم غريب. امبارح يا جماعه السنغال بتلعب بلجيكا، مبهدله بلجيكا، كسبها 2-0 لحد دقيقه 86. قيس فجاه بلجيكا بتجيب جون، قيس فجاه في الدقيقه 89 بلجيكا بتتعادل، قيس فجاه بيلعبوا اكسترا تايم رايحين ضربات جزاء في الدقيقه 120. حكم بيحسب ضربه جزاء، حتى ما حسبهاش، ده الفار اللي رجعه، بس هي ضربه جزاء صحيحه. وبلجيكا بتكسب 3-2 في سيناريو دراماتيكي لبلجيكا وسيناريو يقهر للسنغال. يقهر لان كمان السنغال كانت حلوه، كانت ماسكه الماتش تماما. بلجيكا لعبت اخر 10 دقايق بس والاكسترا تايم بس. يعني ما هو قبليها الكونغو خرجت من انجلترا، كانت كسبانه انجلترا 1 وانجلترا رجعت عليها 2-1. بس ده ما سيناريو ما يقهرش، لان انجلترا كانت احسن كتير من الكونغو، كانت مضيعه كتير قوي فكسبت عادي كوره. قبلها بيوم كوتيفوار النرويج كسبانه، كوتيفوار بتعادل في اخر برضو 3 دقايق، هالاند بيجيب جول للنرويج وبتكسب 2-1 فعادي. لكن سيناريو السنغال امبارح غريب، لان السنغال كمان زي ما بقول لك كانت احسن كتير، وبلجيكا ما تستحقش تكسب. تستحق طبعا للروح والعوده والاصرار اللي هم كانوا فيه. حقيقه يعني هم كانوا 2-0 في الدقيقه 66 ولسه بيلعبوا، ولكن ككوره لا ما تستحقش يعني. قوم ايه بقى، نكتشف بعد الماتش ان حبايبك الحلوين كانوا بيشجعوا بلجيكا وفرحانين في السنغال. ليه يا ابني؟ ايه مالها السنغال؟ الحاج ضيوف عمل حاجه في الخطيب، مالها السنغال؟ يقول لك اصل لو كانت كسبت بلجيكا كنت انت قلت ده حسام حسن، ده مش عارف ايه، ده بلجيكا اللي انتوا فرحانين ان حسام حسن مصر اتعادلت معاها، السنغال كسبتها عادي. انت عبيط يا ابني ولا مختل نفسيا ولا في ايه في دماغك؟ ومين اللي قال ان مين هيقول كده؟ والسكريبتات كانت متحضره، امسح البوستات. طب انت متخلف يالا، دي الكونفدراليه جننتك يالا والله، جننت. مين قال؟ انت اللي في دماغك الكلام ده. انت اللي انبسطت ان بلجيكا كسبت عشان تقول اه يا جامده وانا كسبت اهو. اذا كان انت اصلا كنت خايف تطلع اول من المجموعه عشان ما تلعبش السنغال. تخيل انت خايف تلعب السنغال، والسنغال بقالها 3 4 سنين كل ما تشوفك تلبك. كمنتخب مصر اخر تصفيات كاس عالم قبل دي مطلعاك بطوله افريقيا، اخر واحده واخداها اللي هي 21 بتاع كيروش على قفاك. اخر نسخه بطوله افريقيا اللي خدوها برضو مطلعاك في السيمي فاينل. ف لكن انا طبيعي ان انا اشجع السنغال، او اشجع يعني انا دي الكوره بالنسبه لي في كاس العالم، اشجع اي منتخب افريقي او منتخب عربي. امراض نفسيه بقى انا ماليش فيها. انت بقى بتقعد تحور الكون عشان تثبت وجهة نظرك، وقال يعني دلوقتي بتشجع المنتخب وبتشجع زيزو وزيزو لما كان قد كده 10 مرات كان بالونه وكان ليه بيروح المنتخب، لكن دلوقتي عادي عشان واخد حمزة عبد الكريم. طب وانا من امتى يا ابني ما بشجعش المنتخب؟ هو انا في 2006 و2008 و2010 ما كنتش بشجعه؟ ما كان 70% من المنتخب من الاهلي كنت بشجعه لانه كان يستحق. اللعيبه بتاعت الاهلي دي كانت اجمد لعيبه في مصر وكانت تستحق. لكن دلوقتي في علامات استفهام، في محمد عبد المنعم بيلعب مصاب وباين واخده بالعافيه، وبيعمل لك ضربة جزاء في ماتش ايران وربنا بيسترها وبتضيع. يعني انت بقى شايف ان لما منتخب مصر ينجح بمعظم لعيبه الاهلي، وان يفضل مصر على زيزو ومش عارف حمزه عبد الكريم ايه، وخلص في برشلونه وما ياخدش مثلا محمد اسماعيل، بس ياخد محمد عبد المنعم المصاب اللي هو اصلا جامد لو في مستواه، هو احسن مدافع مصر بس هو مصاب، هي مش بالعافيه. انا بكلمك كوره، مش زيك متخلف ماشي ورا الجان. فشايف كل ده انتصارات ليك عشان تداوي جرح الكونفدراليه. والتالت قول لي ماشي، لو شايف ان بلجيكا لما تكسب السنغال ده هيهدي جرح الكونفدراليه تمام، لكن ما تقوليش انت كان نفسك السنغال تكسب عشان تقول بلجيكا ضعيفه، ده تخلف، ده شغل اللي كان بتاعك.